أتراني راية ابن، بل فارس قل مثيله. أترى أن موضعي تحت أضرعة النوق أم على صهوة جوادي في ميادين القتال والبغى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يعرف أحد منكم من يجيد حلب النوق؟ هل حقا يا سيدي إنك مالك بن الريب؟ أجل. وأنت؟ عتبة. اسمي عتبة. لقد كنت أسمع عنك وعن صاحبك عندما كنت صغيرا. أوصلها إلى الأمير. بسم الله. ما أطيب مذاقه. قد أحسن ابن الريب. بلى أيها الأمير، فقد وجدته خير من يحسن اختيار الناقة الحلوب وأغزرها درا، وأنه والله أحسن من يبث الضرع. فابعث به إلي إذن. السلام عليكم. وعليك السلام. قد طلبتني أيها الأمير. أجل طلبتك يا ابن الريب بعد أن وصف لي فعلك بين الإبل وتخيرك لتلك الناقة وما جاءني منها. هنيئا لك أيها الأمير. لقد حيرتني في أمرك يا ابن الريب، وقد وصف لي ذلك الجندي أنك خير من يبث الضرع، ولولا ما نحن فيه وعلمي أنك فارس لا يشق له غبار، وأحسب أنك ندا لفرسان العرب والعجم، وإني أدخرك لما هو أعظم. لولا هذا كله لعرضت عليك أمرا. عذرا أيها الأمير، قد قلتها لما هو أعظم. ما تبعتك أيها الأمير إلا لأستدرك على نفسي مجاهدا في سبيل الله، وأسأل الله عز وجل أن يغفر ما تقدم من ذنبي. إذن لي أيها الأمير. لك ذلك، إنما أردت أن أشكرك على صنيعك. قد فعلت أيها الأمير. تكدر لمجرد أني لمحت له برعاية إبلي، وما كنت حقا أنوي ذلك، فكيف أضيع على نفسي فارسا مثله؟ إني لأستحي الفوارس أن أرى بأرض العدا بو المخاض الروائم، وإني لأستحي إذا الحرب شمرت أن أرخي للحرب ثوب المسالم، وما أنا بالثاني الحفيظة في الوغى ولا المتقي في السلم جر الجرائم، ولا المتأني في العواقب للذي أهم به من فاتكات العزائم، لكني مستوحد العزم مقدم على غمرات الحادث المتفاقم. سمعت ما قلت، فما الذي دفعك إليه؟ قل لي أيها المعلم، وأنت خير من خبر الرجال وعرفهم. ماذا؟
أتراني راعي إبل؟ بل فارس قل مثيله. أترى أن موضعي تحت أضرعة النوق أم على صهوة جوادي في ميادين القتال والبغى؟ بل في هذه التي ذكرت. نعم نعم، هذه منزلتي ولا أكون في غيرها.